مساء الخير يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي مع بعض كلنا بنحبها. هي حاجه قديمه اتربينا عليها وكانت جداتنا دايما يعملوها في الاعياد، وهي صينيه الرقاق. طبعا تعصيج اللحمه ده، انتي بتعصجي اللحمه. انا حطيت ماده دهنيه وحطيت البصل وقلبت البصل كويس، وبعد كده حطيت عليه فلفل الوان وحطيت عليه جزر. الجزر ده اختياري، يمكن افتكاسه مني بس بيخلي طعم اللحمه حلو، والالوانات بتفرح الولاد وهم بياكلوا لو عندك اطفال صغيرين. حطيت فلفل اسمر، حطيت مكعب ماجي بودر، حطيت ملح، حطيت برضو ما تنسيش القرفة. لحمة مفرومة يعني، ذرة من القرفة بتحطيها عليها، وقلبتها لحد ما اتأكدت ان هي استوت. كده خلصنا بالنسبة لنا اللحمة المتعصجة. بالنسبة للشوربة، بتاخدي شوربة اللحمة اللي انت عاملاها. طبعا الرقاق ما بيتعملش الا على لحمة. بتظبطي طعمها وبتحطي بهاراتك. انا تقليدية جدا يا جماعة في الحاجات القديمة. اي حاجة قديمة ما بحبش ابتكر فيها ابتكارات في اكل جديد. صينية الرقاق دي كان بابا اللي طالبها مني، عشان كده هتلاحظوا ان انا بسقيها كويس عشان تبقى طرية. معلش، الرقاق كان عندي مشكلة ان الولاد جوزي جابه، انا اسفه، بعد مع ابني تقريبا اتكسر منه ولا ايه. بس ما تقلقيش، لو هو متكسر انت عادي بتظبطي الدنيا، مفيش اي حاجه وعمره ما بيبان. طبعا انت بتعملي عدد رقاقات زي ما انت عايزه. انا بالتقريب حطيت من تحت 3 ومن فوق 3، علشان ما يبقاش تخين قوي واللي بياكله يتضايق منه. والله يا جماعه كان جميل قوي، كان طعمه يجنن بصراحه. يعني اتمنى ان انتوا تجربوه وتاكدوا ان انا اي حاجه بعملها مش هتبقى حلوه عمري ما هقولها لكم، ولا عمري هطلعها لكم اصلا على الشاشه. طبعا بتحطي زبده او سمنه بين كل راق، كل مثلا 2 طبقه، 2 رق عشان ما يبقاش دسم قوي. وبتظبطي دنيتك وبتحطي العصاج وبتحطي بقيه عدد الرقاقات زي اللي تحت، بتحطيها وبتقطعيه. وبتخبزيه في الفرن حسب درجة حرارة فرنك. انتي فرنك كويس ولا لأ؟ انتي عارفة، بتشغلي الأول من تحت، بعد كده بتشغلي عليه الشواية. أما لو عندك الاتنين بيشتغلوا مع بعض بتشغليهم. بصوا أنا كده خلصته وهقطعه وهدخله الفرن. والله كان طعمه حلو قوي قوي، وبابا اتبسط بيه جدا لان هو اللي كان طالبه. كان طري جدا ومن بره مخرفش. الطبقه اللي بره دي كانت بتقرقش. بالنسبة بقى لو انتي ولادك زي ولادي، انا عندي ولادي مش كلهم بيحبوا الرقاق ولا الجلاش، فاليوم اللي انا ببقى عاملة فيه رقاق او جلاش، الاطراف التانية بقى من ولادي بكون عاملة سمبوسك. فانتي لو ظروفك زي ظروفي لازم تراضي كل الاطراف. طبعا في يعني افتكاسات بيعملوها، ان بيعملوا الرقاق وبيحطوا عليه خليط البيتزا. انا بصوا الحاجه اللي هي اتعودت عليها، ما بعرفش اكل حاجه قديمه فيها ابتكارات. لا، انا الجديد اعمله في حاجه جديده. طب ما انا اعمل بيتزا. وبعدين انا طبعا بالنسبه لبابا كان طالبه فعملته بطريقه جدتي. والسلام عليكم ورحمه الله.